شماعة واحد تاني أبدا. يعني كان ممكن قوي لو لم يتدخل، لو قبل السادات الخطة بتاعتي إن أنا سحبت الأربعة ألوية المدرعة، ما كانش حصل الحصار بتاعت الجيش السادس والجيش والسويس، وكان نبقى في موقف أحسن. أنا كنت عايز أحل الموقف عسكري. الفرق بينه وبين السادات إيه؟ أنا عايز أحل الموقف عسكري، وهو عايز يحله إيه؟ سياسيا. سياسيا. والسياسة ما لهاش أخلاقيات يعني. يقول لهم نقف على المحل، يقولوا نقف طيب، وبعدين يروحوا إيه؟ مغيرين الموقف. لكن الوضع العسكري كتير بيخدم الوضع السياسي إذا طبعا طبعا طبعا. انما في نفس الوقت، انما اوقات كثيره بقى الوضع السياسي يضر الموقف العسكري. في الحاله بتاعتنا الموقف السياسي اضر بالموقف العسكري. يعني أنت تعتبر الموقف السياسي أضر طبعا بالموقف طبعا العسكري لكم؟ وعشان كده بقول من هو المسؤول عن حصار الجيش الثالث؟ انا بعتقد ان السادات مجرد ان هو يرفض الخطه بتاعتي الخاصه بسحب 4 ألوية مدرعه ومحاصره الثغره، وبالتالي ما نتج عنها عن حصار الجيش الثالث، هو الذي سبب المصايب اللي احنا فيها لغايه دلوقتي. أنا سمعت لك تصريح قبل مدة أن الرئيس عبد الناصر عرض عليه في عام 68 خروج إسرائيل من سيناء بالكامل في مقابل وقف إطلاق النار فقط، وليس في مقابل صلح مع لماذا رفض الرئيس عبد الناصر هذا وكان جنب مصر حرب مثل هذه؟ أنا سمعت هذا التصريح شخصيا من جمال عبد الناصر في أحد اللقاءات اللي كان بيعملها مع القادة. طبعا هو يعني زي ما تقول عايز يمحو الهزيمة والعار، لأن طبعا يعني كون أنك أنت تسترد سيناء بحرب وأنك أنت تكون منتصر فيها، غير ما يجي ان هو يقول لك خد سيناء هي بقى كأن فتات بيرميه لك الرجل السياسي الآخر على الترابيزة علشان يتفادى. قد يكون هذا، وقد يكون هناك أسباب أخرى في رأسه لا نعلمها. هل تعتبر ما تم تحقيقه في حرب أكتوبر مقنع بالنسبة لك كصاحب خطة أو مسؤول عن وضع خطة الحرب؟ طبعا كل واحد يتمنى أن تكون النتائج أفضل. فطبعا كنت أتمنى أن تكون النتائج أفضل، وفي اعتقادي أننا لو تمسكنا بالخطة كان ستكون النتائج أفضل من ذلك بكثير جدا جدا عما حدث عند وقف إطلاق النار يوم 24. بعد فك الاشتباك وفك قضية الثغرة وإنهائها، هل تعتقد أن إسرائيل فازت أم المصريين بالنتائج التي تمخض عنها فك الاشتباك وفض القوات وإنهاء الثغرة؟ أعتقد أن النتائج السياسية كانت انعكاسا للموقف العسكري. ولما تيجي تبص للموقف العسكري يوم 24، ان الجيش الثالث محاصر ومدينة السويس محاصرة وتدخل الأمم المتحدة وكيسنجر وأمريكا هم الذي يتحكموا في القرارات التي تصدر من الأمم المتحدة وبالذات مجلس الأمن. فهو يقول كيسنجر يقول للسادات ان ايه سيكون هناك حل مشرف لموقف الجيش الثالث، انما حاولوا يستغلوا ويستنزفوا مصر في ما بعد وقف اطلاق النار. هضرب لك مثلا، القوات الدولية وصلت يوم 28، يعني بعد 4 أيام من ايه من وقف اطلاق النار. التعيينات كانت مفروض انها تروح للجيش، اتفاق على مستوى عالي، يعني على مستوى امريكا وروسيا مثلا. القوى الاداري يحمل التعيينات والمياه الى ايه؟ الى الجيش الثالث. عندما يصل القول الى الحد اللي هو الكيلو 101، يفرض على السائقين المصريين انهم ينزلوا وتقود العربيات سواقين ايه؟ أمم متحدة أو إسرائيليين. أوقات يوم متحدة ما عندناش، يوم إسرائيليين، وتنهب هذه الإيه؟ الإمدادات في الطريق وتوصل عملية إذلال. لما أنا دلوقتي تبص تلاقي أوصل لغاية هنا وكأنها مش عرضي، كأنها مش عرضي، مش مصرح ليا بأن أنا أخش بيها، ويسيب العربية هو اللي يوصلها. طيب اللي بيتحكم في التعيين ده
بيتحكم في القرار بتاعه. يجي يقول لك ايه، كانت مصر وجهة نظرها انها تبادل الأسرى لا يتم الا بعد ايه، التوصل الى حل. نعم. تقوم جوده مين تقول لك لن تمر كسرة خبز الى الجيش الثالث الا اذا كان يعود الينا الاسرانا. السادات يرضخ على طول ويتم ايه، ارسال الاسرى. انتوا عندكم الجاسوس فلاني افيدان ده عايزينه، جمصي وهو رايح ياخده في العربيه بتاعته عشان يوصله. عمليه املاء شروط اكثر من هذا. لكن كان ايه الورق اللي المصريين بيملكوه عشان يضغطوا ما بيه على فيش إسرائيل ورق، في ما فيش المقاومة؟ ورق. ما هو قول لي انت ايه الورق اللي فيه ده؟ هم عندهم كل الاوراق وانا ما عنديش ورق. هضرب لك مثل تاني. عندنا سلاحين خطيرين كانوا لسه بدايل النتائج بتاعتهم لسه ما ظهرتش. السلاح الاول وهو حصار اسرائيل. هو محاصر الجيش الثالث بس انا محاصر اسرائيل، لان عندنا الغواصات بتاعتنا والمدمرات في ايه، في البحر الاحمر قافله مضيق باب المندب، وبالذات تمنع مرور اي ايه ناقلات شايله بترول الى اسرائيل. فيجي يقول لك ايه، لازم الناقلات تفوت والا ما فيش ايه حاجه تروح للجيش السادس. والجيش السادس بيدوا له ايه، يوم بيوم علشان يبقى باستمرار ايه، يعني مش مثلا تديله حاجات تمشيه شهر او بتاع اسبوع، ابدا، علشان يبقى باستمرار يعني على حافه الايه، الانهيار. انت واخد بالك؟ نعم. ف تمشيه. السادات خلاهم تمشي سرا، ما تتعرضوش، ادوا اوامر للبحريه انها ما تتعرضش للايه، للمراكب اللي هي طالعه لاسرائيل. تقوم هي عايزه تخليها علنا، تقوم تعلن في الكنيسه تقول لك ايه، الباخره الاسرائيليه فلانه الفلانيه ستكسر الحصار المصري وستمر يوم كذا في الحته الفلانيه، علشان يكون علنا ان ايه قدام العالم كله هم بيكسروا واحنا ايه مش هنقدر. فايه ونحن لا نستطيع ان نتعرض عليها خشيه عن ايه، الجيش الثالث. لكن لو كان موقفنا العسكري اقوى، لو كان الجيش الثالث مش محاصر كنا على طول ما يهمناش. لو موقف وقت الجيش الثالث مش محاصر ما فيش ورقه خانقنا من هنا، خانقنا من هنا، كنت اغرق الايه المركب اللي هي جايبه لهم بنزين، يبقى هم اللي في موقف اصعب. فانا حرمت من كل الايه الاوراق التي نلعب به. لسه في سلاح تاني وهو سلاح البترول. سلاح البترول اللي هي الدول العربيه واخدت موقف جيد جدا وعملوا مقاطعه، وبالذات امريكا وكذا وكذا وكذا. كنت سأسألك عن تقييم الموقف العربي في الحرب. انا هقول موقف ممتاز، موقف ممتاز من الناحيه العسكريه بالمشاركه، ومن الناحيه السياسيه بموقف البترول. في قوات عسكريه شاركت معاكم من الدول العربيه؟ طبعا 9 دول شاركوا، واستشهد ناس منها وشاركوا طبعا بشكل مباشر في الحرب. 9 دول خلاف مصر وسوريا. طب مصر وسوريا دول لاعبين نعم. رئيسيين. نعم. انما الدول الرئيسيه اللي لعبت يعني العراق، الجزائر، ليبيا، الأردن، السعودية، تونس، الكويت، السودان، ناقص واحدة، المغرب. المغرب 9. فحقيقي معظم هذه القوات وصلت يعني متأخرة شوية، ولكن معلش حتى من الناحية المعنوية حضورها ومشاركتها حتى لو لم تحارب. يعني الناس اللي شاركوا منذ البداية كان العراقيين بعتوا سيرب هوكر هانتر في مصر من شهر مارس 73 قبل بداية الحرب. وبعدين على الجبهة الشرقية يوم 8 الطائرات العراقية 8 أكتوبر يعني في مرحلة متقدمة الطائرات العراقية اشتبكت مع الطائرات السورية في الجبهة الشرقية. فالموقف العسكري كان ممتاز، الموقف السياسي كان ممتاز. انما بقول لك السلاح البترول لسه ما اشتغلش. سلاح البترول النتيجة بتاعته والحصار بتاعته مش هتبان غير بعد بضعة أشهر على ما يستهلك اللي موجود عنده. يعني أنت تقصد أن يعني القيادة السياسية لم تفلح أو لم تنجح في استخدام الأسلحة والأوراق التي في يدها بشكل كامل تستطيع أن تضغط به على إسرائيل وتجبرها على. ما هو عشان إيه؟ ما هو خطأ التدخل العسكري الذي أدى إلى حصار الجيش الثالث. يعني القيادة السياسية بعد حصار الجيش الثالث أصبحت اتخذت منها كل الأوراق. إنما لو لم يتم حصار الجيش الثالث يبقى الموقف العسكري كويس، يبقى موقف الرجل السياسي كويس. الاثنين لازم يكونوا مع بعض، الاثنين يكونوا مع بعض. فأصبح السادات هو الذي يضغط على القيادات العربية علشان تفك الحصار بتاع البترول اللي هو يعني ايه
نعم نعم. خدت بالك؟ يعني بقى السادات هو اللي بيلعب دور